التقنية اللي موجودة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هتساعد المدينة انها تقوم باشياء كثيرة جدا ما هي متوفرة في اي مكان في العالم. وانا اقدم لكم الدكتور احمد يماني اللي هيعطيكم شرح موجز عن هذه التقنية اللي موجودة فقط في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. مساك الله بالخير طال عمرك. ابناؤكم يا خادم الحرمين يبنون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مدينة ذكية تتجاوز سرعة انتقال البيانات والإنترنت فيها أسرع الشبكات في العالم ب10 أضعاف، بما في ذلك شبكات البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا. نبني هذه الشبكة طال عمرك بهذا الشكل لنثري حياة الناس بشتى الخدمات الإلكترونية ولنحفز الإبداع والابتكار لديهم. مثلا أنا الآن موجود في مكان آخر في المدينة، أنقل إليكم بشكل ثلاثي الأبعاد زي ما تشوفوني الآن. واسمحوا لي أقدم لكم ابنكم ريان. تفضل يا ابني. السلام عليكم. ريان ايش تبغى تقول لطويل العمر؟ شكرا يا بابا عبد الله انك حولت رابع من مدينة اقل من عادية الى مدينة تعد محط انظار العالم. ريان ايش تبغى تصير لك بس؟ وظيف في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وعالج المرضى في اي مكان في العالم. طب وري طويل العمر كيف تقدر تمشي وترجع لاخر المسرح. طال عمرك بإذن الله سنحقق حلم ريان في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. سيكون طبيب إذا كبر يشتغل في المدينة ويعالج مرضاه في أي مكان في العالم، ينتقل بشكل ثلاثي الأبعاد زي ما انتقل لكم أنا الآن، وتماما كما سينتقل أي مدرس من المدينة يدرس تلاميذه في أي مكان في العالم. هذه التقنية بهذه السرعات العالية للشبكة غير موجودة في أي مكان في العالم إلا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وإن شاء الله ستتم بأيدي سعودية بشركة إثراء السعودية وبالتعاون مع شركة سيسكو العالمية. طال عمرك الدكتور أحمد ممكن يكون في أكثر من موقع في آن واحد داخل المدينة. هو الآن طال عمرك في موقع آخر من مدينة الملك عبد الله وظاهر معنا على شكل ثلاث الأبعاد. ممكن يشارك في الجامعة يلقي محاضرة وهو موجود في بيته طال عمرك. أما اللي على يساره فهذا شخص حقيقي طال عمرك. ممكن يا ريان تمر من خلال الدكتور أحمد بس على أساس تمشي قدام الدكتور أحمد. تعال يا ريان. طال عمرك أنا أسمعكم وأشوفكم تماما زي ما تسمعوني وتشوفوني. في أي سؤال طال عمرك؟ مساء الخير. مساكم الله بالنور طال عمرك. وينك فيه الآن؟ أنا في مكان آخر في المدينة أنقل لكم بشكل ثلاثي الأبعاد من خلال شبكة الألياف البصرية في المدينة. اسم المكان؟ داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. شكرا. شكرا لكم طال عمرك. شكرا دكتور أحمد.